بنشوف ستان جوه السجن وفي مسجون من العصابة بيقرب عليه علشان يضربه، لكن فجأة ستان بيلف ويقلب فان دام مسكه وضربه بكل قوة قدام كل المساجين. وهنا بتبدأ قصتنا بشخص اسمه ستان، سمسار نصاب بيبيع شقق رخيصة بأسعار غالية. كان بينصب على الست الغلبانة دي، كان بيبيع لها شقة رخيصة بسعر غالي جدا، فبتقول له إن السعر غالي جدا على شقة في العشوائيات، فبيحاول يقنعها بأي طريقة. فبيقول لها استني، الجن ما بيجيش على حد مسن، يلا يا أبلة سمي الله كده وامضي على العقد وما تقلقيش. وفعلا بينصب عليها وبيبيع لها الشقة. وفجأة البوليس بيدخل عليهم وبيقبض على ستان بتهمة النصب. وقبل المحاكمة بتاعته ستانلي طلب من المحامي بتاعه يرشي القاضي ويديله فلوس كتير علشان يعدي من القضية دي، لكن المحامي رفض وقال له أنا ماليش دعوة، أنت عايز تجيب لي تهمة. فبيشوف محامي غيره اسمه بوبر وبيقدر يقلل الحكم على ستان ل3 سنين و6 شهور. وبعد المحكمة ستان بيقول له هو ده اللي ربنا قدرك عليه. بوبر قال له أنت عايز إيه؟ دي قضية نصب، أقل حاجة فيها 7 سنين مرتاح، ايه رأيك تهاجر هجرة غير شرعية وتخلع من البلد دي؟ فبيقول له اخلع ايه يا عم، فلوسي كلها اتجمدت في البنوك، ولو مشيت من غير ما اقضي الحكم فلوسي كلها راح. بعد كده بيقعد يتعشى مع مندي مراته، فبتحاول تقنعه انه يخلف منها قبل ما يدخل السجن. قال لها خلف ايه يا ولية، انا في ايه ولا في ايه، انا داخل السجن هو يا اخت. فبتزعل منه وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بيدخل البار وبيقابل واحد كان في السجن وطلع، فبيدفع له فلوس مقابل انه يحكي الدنيا ماشيه ازاي في السجن، في عصابات ولا لا. بيقول له ان السجن بيبقى كله خناقات وشغب ومشاكل، والحراس بيتفرجوا على المساجين وهم بيقطعوا في بعض، والناس المستجدين بالذات اول ما بيدخلوا بياخدوا علقه محترمه. اعمل حسابك على كده. صاحبنا ده شعره بيوقف من الخوف وبيقول له الله يطمنك يا باشا، الله يطمنك. وفي تاني يوم بياخد ادويه وحقن تطلع له عضلات، لكن مش بيلاقي نتيجه، فبياخد بعضه وبيروح يتمرن جودو، لكنه بيتعصب على المدرب وبيكلمه بطريقه وحشه لانه مش عاجبه الحركات اللي بيعلمها له دي. بيقول له يا كابتن انا داخل السجن كمان اسبوع، الحركات اللي بتعلمها دي اخر اضرب بيها فرخ. كابتن بيقول له انت مش عاجبك الحركات دي، طب انا هخلي اصغر طفل عندي يتحداك. وفعلا بيبدا جوله مع الطفل، والمفاجاه ان الولد بيضربه وبيخلي شكله وحش قدام اللي واقفين، فبيتعصب وبيمسك الولد يضربه بطريقه غبيه لحد ما الكابتن بيطرده من المكان. واثناء ما كان ماشي بيشوف راجل عجوز بيكسر الجدار بايده، فبيتصدم من قوته وبيتفق معاه انه يعلمه الفنون القتاليه مقابل مبلغ مادي، وانه هيدفع له الفلوس بعد ما يرجع فلوسه من البنك. وفعلا الشخص ده بيوافق. المفاجأة بقى ان ستان بياخده بيعيشه معاه في البيت الاسبوع اللي فاضل ده، وبيعرف زوجته على الراجل ده، وبيقول لها ان اسمه المدرب وفضل انه يقعد معاه في البيت لان اسلوب حياته عشوائي، وده اللي هيعلمه الالتزام وكده. ومع الوقت ستان بيكون ماشي على نظام غذائي غريب علشان يحسن من ادائه، وكان مركز جدا في التمرين بتاعه لدرجة انه بيتجاهل مراته لمدة طويلة. ولما جابت اخرها منه سابت البيت ومشيت خالص، فبيتحايل عليها تقعد معاه في اخر ايامه قبل ما يتسجن، لكنها بتقول له وجودي زي عدمه، انت كده كده مش بتهتم بيا، وبتسيبه وبتمشي. ومن تاني يوم بيكمل تمرينه لحد ما بيوصل لمستوى كويس. وقبل ما بيتسجن بيعزم المحامي والمدرب على العشاء وبيقضي وقت جميل معاهم قبل ما يتسجن. المدرب بيبص له في عينيه وبيقول له انت تاني واحد انا ادربه في حياتي، انا كنت متردد ان انا ادربك اصلا لان تلميذي الاولاني استخدم اللي علمته له في الشر. المهم انا هطلب منك طلب عايزك تنفذه قبل ما تدخل السجن، عايزك تتحدى المدرب اللي ضربك وطردك، لازم تكسره قدام التلاميذ بتوعه علشان تكتسب ثقة في نفسك. وفعلا بيقابل المدرب وبيطلب انه يدخل تحدي ضده. وقتها المدرب استهزأ بيه، فبيتعصب ستانلي عليه وبيديله علقة موت، وبيقول له من حسن حظك ان تلاميذك مش موجودين، كان زمانك شكلك وحش دلوقتي. والمدرب والمحامي كانوا مبسوطين بيه جدا، وبكده اكتسب ثقة كبيرة في نفسه. وفي تاني يوم بيوصل للنيابة العامة علشان يسلم نفسه، والمدرب والمحامي بيودعوه، حتى مندي كانت موجودة بس كانت واقفة بعيد وبتشوفه وهو داخل يسلم نفسه وكانت بتعيط عليه. بعدها بنشوف مساجين كتير راكبين في الاتوبيس اللي بيوصلهم للسجن، وستان كان قاعد جنب واحد وشه عامل زي غطاء قاعدة الحمام، فبيضايق ستان وبيقول له خش بدل ما ارميك من الاتوبيس. فبيخبطه ستانلي في وشه وبيقول له المرة الجاية هخبط دماغك في الإزاز خليه يطلع شراب. بعد كده بيوصل للسجن، وأول ما بيدخل للزنزانة بتاعته بيخبط السرير شلوت، وده علشان يخوف المسجون اللي معاه وبيفهمه إنه عيل توتو فروتو ما بيفهموش حد، وبيكون شخص عجوز اللي معاه واسمه لاري. فبيقول له أنا عايزك تقول لي مين الفتوات اللي مسيطرين في السجن. فلاري بياخده ويطلعوا لحوش السجن وبيشاور له على عصابة اسمها عصابة السوداء وزعيمها اسمه كليون، والعصابة المكسيكية وزعيمها اسمه جوانيتو.
وبيشاور له كمان على عصابة النازيين وزعيمها اللي اسمه باتلسون. واما اللي هناك ده بقى اسمه بيكر، وده بيستغل السجناء الجداد وبيسيطر عليهم. في الوقت ده بيشوف الفتوة بيكر شايل واحد من السجناء لسه جاي جديد واسمه روبن، فبيروح له ستان يخبط على ظهره ويقول له عدم المؤاخذة ممكن تسيبه، الواد ده غلبان. لكن بيكر مش بيعمل له اهتمام ومش بيرد عليه اصلا. فبيقف ستان ويفضل يتكلم بصوت عالي ويجل من بيكر، فبيقول بصوت عالي اللي هيفكر يجي على مسجون جديد انا اللي هجفله وهتعامل معاه. وقتها بيكر بيسمعه وبيقلع التيشيرت وبيقول له تقف لمين يالا، ده انا هشرب من دم. بيدخل على ستان علشان يضربه، لكن ستان فاجئ الكل وضربه واتغلب عليه وبيخبطه شلوط على دماغه وبيغمى عليه. مش يتهد ويسكت بقى، بالعكس بيخش في معركة مع عصابة النازيين وبيضربهم كلهم. حتى العصابة السوداء دخلوا ضده هم كمان وقدروا انه يضربهم كلهم ويخلص عليهم. الغريب بقى ان العصابات كلها بتتوحد علشان تقضي عليه، وبالرغم من كده بيقدر ستانلي انه يهزمهم كلهم، والناس كلها واقفة مصدومة من اللي بيعمله. حتى مدير السجن اللي اسمه فرانسيس كان واقف مصدوم وبيتفرج عليه من الشباك، وبنفهم انه كان عامل خطة في دماغه ومحتاج ستان معاه. بعد كده بدأت العصابات كلها تخاف من ستان، ووقت الاكل كلهم بيقوموا ويبعدوا عنه. واثناء ما كان قاعد بياكل مع لاري بيجي روبن بيشكره لانه ساعده. بعد كده بدأ ستان يصنع اسلحة بسيطة من المواد اللي موجودة في السجن علشان يدافع بيها عن نفسه. بعد كده حارس السجن بيدخل عليه وبيقول له المدير فرانسيس عايز. بيوصل لمكتب المدير والمفاجأة انه بيقدم له مشروب غالي وبيقول له عايزك في موضوع مهم. بصراحة كده انا زهقت من موضوع السجن ده، انا بفكر اغير نشاطي وادخل في العقارات، وعايز ابني في السجن ده مباني كبيرة واكسب من وراها ملايين. وقبل ما ابني المباني دي لازم اعمل حاجة في السجن اخلي الحكومة تقفل السجن ده نهائي، ولو ده حصل هشتري انا الارض دي وابني عليها مباني وهبيعها باسعار خيالية. وانا بقول لك الكلام ده علشان انا عارف انك بتشتغل في عقارات، ولو عملت لي اللي انا عايزه ده في خلال سنة واحدة هطلعك من السجن. وفعلا بدأ ستان يعلمه ازاي يستغل الارض الفاضية في السجن. ولما بيرجع زنزانته بيكتب رسالة لمراته ويعتذر لها عن اللي عمله معاها، وبيقول لها انه بيحبها جدا وحبها اكتر لما عرف انها حملت في طفل. وكانت مراته بتتابع رسائله كلها وبتبعت له الرسائل هي كمان. وفي تاني يوم بينزل الساحة مع باقي السجناء وبيجمعهم قدامه عشان يتكلم معاهم، وبيقول لهم ان المدير وافق انك تسمعوا اغاني جوه السجن، ومن اللحظة دي تقدروا تستمتعوا بوقتكم في السجن. فبيفرحوا وما كانوش مصدقين لأن الأغاني كانت ممنوعة في السجن. فبيقول لهم تاني حاجة حكم الجو على الضعيف ممنوع، مفيش مسجون يعتدي على مسجون تاني. بعد كده بيشغل الموسيقى وبيرقص قدام الكل، وكانوا مبسوطين بيهتفوا بصوت عالي لأن الود والتسامح دخل بينهم وهيبدأوا يحبوا بعضهم ويقضوا وقت جميل مع بعض. وبيقول لهم كمان أي حد هيعمل عكس كلامي أنا اللي هجفله، واللي معترض على كلام اللي انا بقوله دلوقتي يطلع يوريني نفسه. وقتها الكل بيخاف منه ومحدش بيعترض على كلامه. بعد كده بيدخلوا الميز علشان ياكلوا، فبيجيله 3 من السجناء الضعفاء وبيشكروه على اللي قاله وطلبوا منه انهم ينضموا للعصابة بتاعته علشان يكونوا في حمايته. فبيقول لهم مجموعة ايه، احنا كلنا واحد. وتعدي الايام والسجناء كانوا عايشين في سلام وبينهم كل ود واحترام. وفي يوم فرانسيس مدير السجن طلب انه يشوف ستان، فبيدخل ستان يتكلم معاه. بيتفاجئ ان فرانسيس متعصب وبيقول له بسببك السجن بقى فيه سلام ومفيش اي مشاكل، وبالتالي انت عالجت الحاجه الوحيده اللي كنت هجيب الحكومه بسببها علشان تقفل السجن، وهي الشغب والمشاكل بتاعت السجناء. افهم يا غبي اللي بقولك عليه، لو المشاكل زادت في السجن ده المساجين كلهم هيترحلوا لاماكن تانية وهنقفل السجن ده وهنبني عليه العمارات بتاعتنا. في تفتيش من الأمم المتحدة هيجي للسجن بعد يومين، لازم يشوفوا السجناء وهما بيتخانقوا مع بعض وبيقتلوا في بعض، ولو ما ساعدتنيش في المهمة دي هبلغ عنك إنك مسجون خطير وهخلي مدة السجن بتاعتك تزيد أكتر، ولو ساعدتني هعمل معاك الصح وهطلعك من السجن بعد سنة واحدة. فبيضطر ستان إنه يوافق لأنه مفيش حل تاني. وفي تاني يوم السجناء كلهم بيطلعوا للساحة، فبيقول له السجناء اسمعوا الكلمتين اللي هقولهم دول، من اللحظة دي أنا ماليش أي علاقة بيكم، كل واحد فيكم يعمل اللي هو عايزه. واول ما سمعوا الكلمتين بتوعه دول كل 2 مسكوا في بعض، وبنفهم انهم كانوا بيحترموا بعض خوفا من ستانلي بس. وبيجي وقت العشاء وبيدخلوا الميز علشان ياكلوا، واثناء ما لاري قاعد بياكل معاه بيقول لستانلي انا زعلان منك، انا اتخدعت فيك. وفجأة ستان بيمسك ايده وبيقول له اسمع اللي هقول لك عليه، اياك تطلع للساحه بكره هيكون في خناقات عنيفه بين المساجين ممكن يقتلوا بعض. وفي تاني يوم لجنه التفتيش بتاعه هيئه الامم المتحده بتوصل، بيعدوا على ستان في الزنزانه والمفتشين بيقولوا له ان مدير السجن بيشكر فيك واحنا جايين علشان نحكم لك بالخروج بدري من السجن. لكن ستان بيرد عليهم ببرود ويقول لهم بالعكس، ده انا عملت خناقات كتير ولما سمعوا كلامه اتصدموا
وقرروا انهم يفضلوا في السجن وما يطلعوش منه لحد ما يشوفوا في مشاكل ولا لا. وبعد ما مشيوا فرانسيس قال له ايه اللي انت قلته ده، اقسم بالله ما هسيبك. بعد كده الحارس بياخده من الزنزانة وبيطلعه للساحة، فبيقابل المدرب ومراته وبيطمنهم انه كويس. وفجأة هجم على الحارس وضربه، وبعدين بيجري ناحية الساحة علشان يشوف السجناء بيتعاركوا ولا لا. والمفاجأة ان مساعد المدير فرانسيس بيوقفه، والمساعد ده كان قوي جدا ومتعلم الفنون القتالية. والمفاجأة بقى ان ده التلميذ الاول للمدرب اللي استخدم قوته في الشر. المهم بيدخلوا هما الاتنين في قتال عنيف، وبالرغم من ان ستان قوي لكن المساعد كان اقوى منه وكان بيضربه ضرب عنيف، لكن بيقدر ستانلي انه يجمع قوته ويضربه بمنتهى العنف، وبيقدر انه يتغلب عليه وبيتخلص منه. وفي الوقت ده الحراس كانوا بيقوموا السجناء على بعض علشان يتعاركوا مع بعض ويقتلوا في بعض ويوصلوا للي هم عاوزينه. ولما بيطلع ستانلي الساحة بيتفاجئ انهم بيشغلوا الموسيقى اللي كان مشغلها وبيرقص عليها، وكانوا عمالين يرقصوا قدام هيئة الأمم المتحدة. وعملوا كده لأنهم فهموا الهدف اللي فرانسيس عايزه منهم، وفضلوا يرقصوا بشكل جميل وجلبوا الترابيزة على فرانسيس علشان ما ينفذش مشروعه. فبيتعصب فرانسيس وبياخد السلاح من الحارس، وكان لسه هيضرب عليهم عشان يقتلهم. المفاجأة ان ميندي زوجة ستان وصلت وانقذت الناس، وبنفهم ان مراته والمدرب اتسللوا ودخلوا السجن. والحمد لله خطة فرانسيس فشلت واتقبض عليه بتهمة الفساد. بتعدي السنين وبيجي الوقت اللي هيطلع فيه ستانلي من السجن، وقبل ما بيطلع كل السجناء بيودعوه وهم زعلانين، وكان كسبان حبهم واحترامهم. وكان في مدير جديد مسك السجن، والمفاجأة بقى ان فرانسيس المدير القديم للسجن اتسجن في نفس السجن، وكان مسجون في نفس الزنزانة اللي مسجون فيها بيكر. وطبعا صاحبنا بيستغل الفرصة وبيصبحه بعلقة ويمسيه بعلقة. حتى المحامي اللي اسمه بوبا بتاع ستان اتسجن في نفس السجن بتهمة الفساد. المهم ستان بيطلع من السجن بالسلامة وبيقابل مراته اللي كانت مستنياه، وكان أول مرة يشوف بنته حبيبته. حتى المدرب كان مستنيه علشان يسلم عليه، وقرر انه يكمل حياته بدون نصب واحتيال، ويعيش في سعادة مع بنته ويمشي جنب الحيط ويبعد عن المشاكل علشان يربيها أحسن تربية. وبيخلص الفيلم على المشهد ده. أشوفكم في الفيلم الجاي. أهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة. سلام.